لما تعمل تحليل ديني عشان تعرف أصولك ساعات بتقابل أنواع مختلفة، وساعات بتسمع أسماء زي واي دي ان اي، ام تي دي ان اي، أو تحليل أوتوسومال أو أمراض طبية. بس الفرق بينهم مش دايما واضح. في الحلقة دي هشرح لك كل نوع ببساطة وفين بيفيدك ازاي في الكشف عن أصولك. أول حاجة معانا هو تحليل الواي دي ان اي، ما يعرف بالسلالة الأبوية، ودي بتكون عبارة عن تحليل الواي كروموسوم اللي بيتم توريثه من الأب للابن، وبالتالي يتيح تتبع نسب السلالة الذكرية الصرفة، أي الأب فالأب فالأب paternal line. وهو بالمناسبة العلامة البيولوجية اللي بتميز الذكور، وبالتالي هو حكر على فحص الرجال فقط. إذا أنت بنت أو سيدة فلازم تعرفي النتيجة عن طريق فحص الأخ أو الأب أو الجد أو العم أو ابن العم، لأن كلهم بيشتركوا في نفس السلالة وفي نفس اسم العيلة. تحليل الواي دي ان اي بتظهر نتيجته على شكل هابلو جروب بيحدد الأصول، وده بيتم الترميز له بأسماء معينة زي E و A و J1 و J2 T، وبالتالي بيتقال الهابلو جروب T أو الهابلو جروب E وزي كده. وكل هابل جروب فيهم بتكون له انتشار جغرافي معين، اذا كان في افريقيا او اسيا او اوروبا، ولكل هابل جروب فيه فروع معينه سفليه بنستدل منها على الاصول، وهو المعيار الاساسي لمعرفه الانساب. وكمان هو ثابت مهما حصل تزاوج او اختلاطات، وتقدر تعرف منه قرايبك اللي بيكونوا اولاد عم في الحاله دي. رقم 2 سلاله الميتوكوندريا، ودي سلاله بيتم تمريرها من الام لكل اولادها سواء كانوا ذكور او اناث، وبتكشف ما يعرف بالسلاله الاموميه maternal line، والنتيجة بتكون تتبع للأم فالأم ثم الجدة وهكذا، وبالتالي هو بيكون ممتاز لتتبع الأصول بزاوية فريدة، وكمان مش بيتغير بالاختلاط زيه زي السلالة الأبوية، مع الانتباه إننا مش بنفحص عائلة الهم. يعني لو الأم مثلا لقبها الدمياطي فإحنا مش بنفحص عيلة الدمياطي، إحنا بنفحص خط أمومي منفصل بيجي من والدة الوالدة وليس الوالد أصلا. عارف اللي يقولك أنا جدتي من تركيا أو عندي جدة من أرمينيا؟ هو ده بالظبط التحليل المناسب له. وكمان النتيجة بتكون على شكل هابلو جروب وله أسماء زي يو وإل وجي، وكل سلالة بتكون منتشرة في نطاق جغرافي معين. بس انتبه إن السلالات الأمومية متداخلة جدا جدا عند جميع البشر بسبب الزواجات المختلطة عند البشر من زمان، حتى من عصر الصيادين لما كان المنتصرين بياخدوا بنات المهزومين في الحروب. إلا إننا بنقدر نقارن النتائج بتاعته بنتائج الهياكل والمومياوات القديمة ونشوف إذا في علاقة أو هل أنت من نسلهم ولا لأ. وبالمناسبة كان في كتاب علمي اسمه Seven Daughters of Eve، بنات حواء السبعة، عمله عالم جينات اسمه براين سايكس، بيضيف فيه أسماء السلالات الأمومية وبيعتبرهم جدات للبشر، زي مثلا السلالة يو سماها أورسولا، والسلالة جي سماها جاسمين. الكتاب معمول سنة 2001 وفيه معلومات كتير قديمة، لكنه يظل بداية كويسة لأي حد مهتم بالجانب ده. السلالات الأمومية كمان بتكون مرتبطة ببعض الأمراض الوراثية، زي مثلا السلالة R0 وارتباطها بمعدلات أقل للإصابة بأمراض السكر في بعض المجموعات البشرية أو زيادتها في مجموعات تانية. وتقدر تعرف عن طريق السلالة الأمومية قرايبك، لكن بيكونوا في الحالة ديت أولاد خالة. رقم 3 عندنا تحليل الأوتوسومال، وده بيشمل كل الكروموسومات اللي بيرثها الإنسان من الأب والأم سويا، وبالتالي بيعكس خليط الأصول الكاملة مش خط واحد زي اللي فاتوا. وبتستخدم لتحديد الأنساب العرقية ethnicity estimates والتعرف على الأقارب لمدة 5 أو 7 أجيال، وهو ده اللي بيتأثر بالاختلاطات على فكرة. وبيتقسم لأصول قديمة وأصول حديثة، وهي عبارة عن إننا بنقارن مجمل أصولك كلها بأصول الشعوب الحديثة، أو بنقارن مجمل أصولك كلها بأصول الهياكل القديمة، ونشوف بقى أنت بتتعامل معاهم ازاي او بترث منهم ازاي، والاقرب ليك مين هو وكام في المية وهكذا. وكمان بيديك تحليل قرابة، وخصوصا قرابة اولاد الخال واولاد العمة. يعني ركز معايا كده في 3 تحاليل احنا قلناهم. سلالة أبوية هو خط أبوي صرف الآخر بتاعه أصل معين وبيديك قرابة في أولاد أعمامك. سلالة أمومية هو خط أمومي صرف الآخر بتاعه أصل معين وبيديك قرابة في أولاد خالاتك. الأوتوسومال وهو مجمل الأصول اللي بترثها ويقدر يديك قرابة شاملة، لكن الأهم فيه القرابة ما بين أولاد أخوالك وعماتك. وأخيرا عندنا تحليل الأمراض والصفات، ودي بتكون تقارير مبنية على بياناتك الوراثية لغرض علاجي بحت، وبتستخلص المتغيرات الجينية الخاصة بيك SNPs، وبعدين بيتم مقارنتها بدراسات وأبحاث علمية في مواقع كتير. فالنتيجة مش سلالة أو دولة، لكن تقرير صحي وسلوكي عن جسمك واستجابتك للأدوية واحتمالية ظهور بعض الأمراض. ودي نقطة مهم نفهمها لأنها داخلة في إطار البيرسوناليزد ميديسين أو الطب الشخصي، ودي هي أعلى تحاليل الهيلث كير المتوفرة أصلا. وتعرف منها كمان صفاتك الشخصية والنفسية المحتملة، وأحسن تمارين رياضية ليك، أحسن أدوية تناسبك، أحسن أسلوب حياة لازم تتبعه إذا أنت شخصية بتصاب بالقلق أو الاكتئاب أو عدم وجود العزيمة. فهو بيقولك والله احتمال تتحسن إذا عملت بعض التمارين أو ظبطت ميعاد نومك أو أخدت أدوية معينة، وإزاي الذاكرة بتاعتك بتشتغل، إذا أنت محتاج تحسن الوركينج ميموري أو اللونج تيرم ميموري، وإيه الفيتامينات اللي جسمك محتاجها.
لكن طبعا بتكون كلها صفات بحثية بحتة، ولازم لها إشراف طبيب ومختص الأول معاك عشان يقرأ التقرير. وهنا احنا نكون خلصنا. الجينات هي المستقبل وليها استخدامات كتير جدا بعيد عن مجال الأصول، لكن كمان في الصحة وفي طريقة فهمك لنفسك.